عارفين انا لابسه ايه؟ لابسه اهو جاكيت جينز او بلوزه. شوفي انت شايفاه ازاي. بس ليه بقول كده؟ عشان دي ليها قصه، تعالى احكيها لكم بسرعه. ده الفيديو ده لاي بنت عندها ضلاب عادي، عندها لبس عادي، ما عندهاش الدواليب اللي هي بتاعت البلوجرز، او هي تحس ان هي مش عارفه اجيب لبس، انا ما عنديش لبس، انا مش زي البنات. فاسمعيني بقى. الناس كلها اشتكت ان انا اصور في هدوء، فاحنا دلوقتي الساعه 4 الفجر، ده اكتر وقت الشارع عندنا فيه هدوء. انا لسه ما نمتش. انا دخلت الجامعه، قعدت 4 سنين، وانا داخله الجامعه بابايا اداني فلوس عشان اشتري لبس زي بقيه البنات، جبت كذا طقم قعدت البسهم في الجامعه. وبعد كده بعد ما خلصت الجامعه اشتغلت. لما اشتغلت كنت بروح بلبس، انا كنت بشتري في العيد او هديه من عيد ميلادي، ما كنتش كل شويه بشتري لبس، عشان مش كل شويه اقول لمامتي وبابايا عايزه لبس عايزه لبس، ما منين يعني، احنا ناس طبقه متوسطه. فالمهم رحت بقى الشغل، كنت جايبه بدله عشان يعني انا يعني جبت بدله بعد ما اتخرجت من الجامعه عشان الانترفيو، بدله واحده، كل الانترفيوهات كنت بعملها ببدله واحده، كنت حاطاها كده في شماعه ومظبطاها. وعندي كذا طقم خروج كده، ايه اللي هو بتاع الفي اي بي بقى، اللي هو عارفين انتوا، انا جبت الحته من على الحبل، الكلمه دي مبقتش تتقال اصلا. المهم بعد ما اشتغلت، نيجي بقى على اول شهر. انا قبضت، اول ما قبضت رحت بقى على المحلات اللي انا كنت نفسي اشتري منها لبس من زمان قوي. كانوا، انا فاكره المحلين دول كانوا بريشكا وكانوا براند بير. رحت لقيت الجاكيت الجينز ده، هو كان جاكيت بس هو صغير عليا، فانا بتلبسه كانه تيشيرت، بس هو جاكيت وتلات ارباع كم كده. جبته، وجبت معاه جاكيت جلد، بس هو الجلد بتاعه باظ عشان جلد صناعي، ما تبقاش منه غير السوسته، ما اعرفش راحت فين، انا مش شايلها بس مكسره اجيبها لكم. وجبت بنطلونين ورحت بقى الشركه. يعني القبض كان يوم 30، يوم واحد انا كنت رايحه مش صوره، انا لابسه بقى لبس جديد. الغريب بقى ان انا لقيت صحابي كلهم كده، كل البنات لابسين اطقم جديده، عملوا زي ما انا عملت، وانا كنت فاكره انا اللي عملت كده لوحدي. وقعدنا نقول بص الطقم ده بص الطقم ده، وقعدنا بقى ايه كل يوم نلبس الطقم الجديد ومش عارف ايه. طيب هو الفيديو ده لازمته ايه يا صور؟ لازمته ان انا كان على ايامي انا كنت نفسي اشتري لبس كتير عشان انا بحب لبسي من زمان، بس يعني اخري ان انا اقارن نفسي بمثلا قريبتي، دي ايه ده عندها بنطلونين زياده ومش عارف ايه. لكن احنا دلوقتي في زمن البلوجرز اللي هم بيعملوا شي ان هول، بيجيبوا الهدوم بالكراتين، وناس كتيره يعني اغلبيه البنات اللي بتصور على السوشيال ميديا هي وراهم دواليب هدوم، يعني مش ستاند كده فيه كام قطعه وخلاص عشان ابين لكم ان انا محتويه هدوم، لا، هم دواليب اوضه هدوم. انا ما بقتش بشوف الدواليب اللي هي العاديه، انا عندي ظرف في الدولاب هي بتاعته، وبقيه الدولاب لبقيه بقيه افراد الاسره. فاهميني؟ ف عايزه اطمن البنات اللي هي ما عندهاش لبس كتير، اللي هو بنات عاديه عندها بناطيل وعندها بلوزات ما عندهاش دواليب. عايزه اقولك ان انت ده الطبيعي، مش الطبيعي اللي احنا نقعد نشتري هدوم وورانا يبقى دواليب، ده مش الصح اصلا. انت المفروض تستفادي بفلوسك دي في حاجات تانية، يعني بدل ما تقعدي تشتري لبس كتير عشان تقلدي، عشان تحسي ان انت بقيتي بني ادمه زي اللي انت بتشوفيهم. لا، انا والله انا بشفق على البنات الجيل ده، الثانويه العامه والابتدائي والاعدادي والجامعه، ان انتوا بتشوفوا حاجات فعقلكم بيشت، فتحسوا ان انتوا عندكم نقص، فانا ما عنديش لبس، ما عنديش هدوم، ما عنديش فلوس، ما عنديش ميك اب. كل الكلام ده مش طبيعي. الطبيعي ان انت يبقى عندك ضرفه فيها الهدوم اللي انت بتحبيها، ولما تشتغلي هتجيبي اللي انت نفسك فيه، وبعد كده لما تجيبي اللي نفسك فيه يبقى في اولويات تجيبي بيها تاني، تسافري تتفسحي. هو ده الطبيعي. فانا النهارده طالعه اقول لكم ان انا اول حاجه اشتريتها كنت نفسي فيها، اشتريتها من القبض بتاعي، ولقيت صحابي كلهم زيي، مش انا لوحدي.